اليوم انكشفت لعبة مسمار جحا. وعلاش المغرب خاصو يبقى مشغول بالصحراء الغربية؟ تسمع مزيان وحل ودنك يا أخي المغربي. عمرك سألتي راسك علاش ملف الصحراء المغربية كيبان بحال شي حلقة مفرغة؟ كاين قرار أممي وكاين اعتراف دولي وكاين انتصارات دبلوماسية، ولكن التعنت باقي. علاش؟ واش الجزائر فعلا مقنعة بهذا الموقف ولا كاين شي حاجة خفية، لعبة أكبر؟ نعم، لعبة مسمار جحا. اليوم غادي نخرجوا من التحليلات السطحية وغادي نكشفوا علاش المغرب ممنوع عليه من وجهة نظر قوة استعمارية قديمة. إنه يتفرغ لملفات تاريخية وأعمق، والعالم كامل كيشوف الصحراء الغربية هذيك هي الواجهة. ملي كيصدر قرار بحال القرار 2797 اللي كيدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وبأغلبية 11 صوت من ضمن 15 صوت، كنعرفوا باللي القانون الدولي حسم الملف. ولكن كاين فرق بين القانون وبين الواقع الجيوسياسي. وهذيك المليارات اللي تخسرات أكثر من 1050 مليار دولار أمريكي ما تخسراتش غير باش يعاكسوا المغرب في ملف الصحراء، لا، هذيك ميزانية شراء الوقت. الهدف ماشي هو الصحراء الغربية، ماشي هو الصحراء الغربية بحد ذاته. الهدف هو إبقاء المغرب ملهي ومحصور ومستنزف في الجنوب. فرنسا وإسبانيا وعندهم ملفات قديمة شادينهم على كبرانات فرنسا، مثلا ملفات العشرية السوداء وملفات اتفاقية إيفيان اللي عطات ثروات الصحراء الشرقية لفرنسا. هادو هما ملفات المشنقة. هاد القوى الاستعمارية محتاجة لنظام وظائفي يضمن لها إبقاء الوضع على ما هو عليه، وكيضمن لهم أن المغرب يبقى ملهي في الجنوب باش ما يطلبش بحقه في الشمال وفي الجنوب. وهذا الشيء علاش الجزائر الفرنسية كتسبح ضد التيار رغم أنها عارفة الحقيقة التاريخية والجغرافية. ماشي حيت هما ما عارفينش، لا، هما عارفين باللي هذيك الاستراتيجية هي الوحيدة اللي كتخليهم في السلطة وكتحميهم من ضغوط القوى الاستعمارية. هما مسيرين ماشي مخيرون. كل دولار كيضيع في هذيك القضية هو دولار كيضيع من جيب المواطن الجزائري باش المغرب ما يطالبش بالصحراء الشرقية وباش سبتة ومليلية يبقاو آمنين من المطالب المغربية. وبصفتنا مواطنين خاصنا نفهموا باللي ملف الصحراء ماشي مجرد نزاع حدودي، هو سد كيحاولوا يبنيوه باش يوقفوا التمدد التاريخي للمغرب. ملي تفهم هاد اللعبة غادي تعرف علاش القرارات الأممية كتجي في صالحنا وعلاش النظام الجار كيزيد في التعنت. حيت الخوف ماشي من الصحراء، الخوف من ما بعد الصحراء. وهنا فين كاين السر. علاش فرنسا وإسبانيا كيضغطوا على نظام الكابرانات في الصحراء الشرقية باش يبقاو متمسكين بالبوليزاريو؟ الجواب بسيط ومخيف بالنسبة لهم. خايفين من نهار المغرب يفتح ملفاته الحقيقية. تخيلوا معايا المغرب إلى تفرغ غادي يولي طالب بحقوقه التاريخية في الصحراء الشرقية اللي تقاطعت في ظروف استعمارية، وغادي يولي عنده الجرأة يطالب بسبتة ومليلية والجزر الكناري. وأخيرا خليوا لي رأيكم في التعاليق. واش كتشوفوا باللي المغرب واجد يفتح هذه الملفات التاريخية ولا الاستراتيجية الحالية هي أحسن؟ ما تنساوش اللايك والاشتراك باش نزيدوا نكشفوا المزيد من هذه الخيوط المخفية.